راجعة مصر مخصوص عشان انزل اكتر مكان انا بحبه، واكتر مكان انا بحبه في رمضان خاصة، وطبعا معروف وايه اكتر مكان محبوب في رمضان هي السيدة زينب. زي ما انتم شايفين بقى نزلنا نتفرج على الفوانيس، نعيش بقى الاجواء القمر مع عمو المسكر دوت. بيرقص طول ما احنا موجودين، يعني قعدنا اكتر من ساعتين في نفس الشارع، وهو يعني كان عمال يرقص مع اي حد معدي جنبيه. تعالوا بقى نتفرج على الدنيا هناك عاملة ازاي، والجو هناك عامل ازاي. الاسعار هناك كانت حلوة قوي قوي، سواء بقى الفوانيس او سواء الماجنتيك اللي بتتحط على الثلاجات، او الزينة. الماجنتيك اللي انا كنت ماسكاها بتاعة الثلاجات دي، الواحدة عاملة حوالي من 20 ل25 جنيه. وكمان في اللي عليهم اذكار هتلاقوني برضو حطهم في الفيديو. اما الفوانيس الكبيرة دي انا مسألتش على اسعارها. فوانيس المعدن الصغيرة اللي قبلها عاملة حوالي 300، يعني انا مش فاكرة الاسعار بالظبط. هي فوانيس معدن، فعشان كده هتلاقوها غالية شوية، يعني من 300 وانتوا طالعين، او ممكن كان فيها اقل بس مش فاكرة الصراحة. كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي عاملة حوالي 20 او 25. زي ما انتوا شايفين الماجنتيك اللي عليها الاذكار دي كلها ب25، يعني ده رينج الاسعار. بصوا افرع النور ديت الملونه كتير دي ب65، لان انا شفتها في اماكن تانية اغلى من كده بكتير، وكان لون واحد. اما الستاير دي عامله حوالي من 250. والافرع العاديه اللي هي الذهبي دي ده بحوالي 75. الصراحه ده احسن مكان لقيت فيه اسعار ال النور ده كده، لان لقيته في اماكن تانية اغلى من كده بكتير، وطبعا اونلاين كان هيبقى اغلى من كده بكتير. بس هنا كان بيجرب لنا، عشان انا لازم اجرب الحاجه قبل ما اجيبها، كان بيجرب لنا الستاير بتاعه النور والافرع. فيلا بينا نكمل جولات. حابين نشكر الاخت زيزي والاخت دودو عشان الاتنين جابوا لي فوانيس. يلا بينا نكمل بقى. ودخلنا السوق بتاع الاكل جوه والمكسرات، وزي ما انتم شايفين كده دي اسعار الحاجه. حاولت ان انا اصور لكم الاسعار مع فوق الحاجه، يعني عشان تبقى باينه. اعتقد الاسعار في السيده كانت ارخص كتير من اي مكان تاني. خلاص تعبنا، رحنا ضربنا فول وطعميه ومسقعه بالليل وبس كده اليوم معانا خلص وخلاص روحنا.